أنا منصور الجوهري يا بنتي، حماكي. أهلا يا عمي، اتفضل. حضرتك تشرب ايه؟ أنا مش جاي عشان أشرب، أنا جاي أقول لك كلمتين وهمشي على طول. أنت للأسف من ساعة ما دخلتي حياتنا وجوزتي علي ما شفناش يوم عدل، ما شفناش غير الفقر والموت والخراب. هم بيقولوا كده، الستات أقدام. حضرتك كده بتهني. مش بهينك، أنا بحاول أوصف لك اللي حصل واللي لسه هيحصل. أنا بيتقال عليا في التوفيقية كلها المعلم منصور الجوهري. الاسم ده ممكن في يوم وليلة يتمحي، ما يبقالوش وجود. كل فلوسي وأملاكي ممكن جدا إنها تروح والعيلة كلها تتشرد. يعني أنا وعيالي ومراتي ممكن نتشرد ونبقى في الشارع لو فضلتي متجوزة علي. وانا ذنبي ايه؟ ذنبك إنك خدتي علي من ميادة، فلوسي وأملاكي وكل اللي حيلتي معاها وتحت إيدها. شرطها الوحيد عشان ترجع الفلوس إن علي يطلقك ويرجع لها. أنا عارف إن اللي بطلبه منك صعب، بس متأكد كمان إنك بنت ناس وأصيلة. ما يرضيكيش أبداً إنك تبني سعادتك على تعاسة غيرك، على تعاسة عيلة بحالها واسم كبير شقيت طول العمر عشان أبنيه وأكبره. وأنا مش هظلمك. ده شيك ب500,000 جنيه، ومش هقول لعلي إنك خدتيه، وليكي كمان زيهم بس بعد ما تطلقي. وحضرتك مستني مني ايه؟ مستني رد؟ مستنيني اقول لك اني هبيع علي؟ لو الشيك ده ب100 مليون جنيه انا لا يمكن اعمل كده، عشان انا بحب علي. أنا جيت لك بنفسي وبترجاكي. يا ريتك طلبت مني اي حاجه في الدنيا كنت اعملها لك، لكن زي ما انت قلت ما ينفعش ابني سعادتي على تعاسه غيري. انتوا كمان ما تبنوش سعادتكم على تعاسه علي. شد حيلك انت وهو، عايزين نخلص. اهلا، ازيك يا عريس؟ هو خالي لحق يقولك؟ عايزك يا ميادة. محدش قال لي حاجة، أنا اللي جايلك من نفسي. تعالي. عايز ايه يا علي؟ ما تاخديش أبويا وأخواتي بذنبي. مش لما يبقوا ابوك واخواتك؟ ماشي ميادة، اوعي تكوني فاكرة إنها سهلة إنك تنزلي اليوفط اللي عليها اسم منصور الجوهري في الأرض، الاسم اللي قعد عمره كله يبنيه. ساعتها حاجة من الاتنين، يا هيتقهر ويموت فيها، يا هيقتلك وياخد فيك إعدام، وأنا جاي ألحق الشر. كفى الله الشر. انا عايز اكسر شوكة منصور الجوهري في المنطقة عشان يعرف ان العيل اللي جابه من الشارع ما عرفش يربيه. حسابك معايا مش معاهم، مع ان انت عمرك ما شفت مني حاجه وحشه ولا عمري ظلمتك، ودايما كنت باجي على نفسي عشانك. ايه اللي انا عملته يا ميادة؟ ايه اللي انا عملته؟ عشان اتجوزت بعد ما طلقتك، ما اتجوزتش عليكي. نفسي اجيب حته عيل يشيل اسمي. يا دي العيل مش بايدي، دي اراده ربنا يا اخي. اعمل ايه؟ هديك مش هتطول المال لا انت ولا هما، وان شاء الله باذن الله اللي اتجوزتها دي هتطلع عقيمه ومش هتنول مرادك. السواد اللي جواك كده. انت لسه شفت حاجه؟ انت كسرتني يا علي. ولو على العيل انا هحلها لك، هجيب لك العيل. ازاي؟ الرحم البديل.
عاوزانا نضحك على ربنا؟ وبعدين انا متجوز دلوقتي. يبقى انت مشكلتك مش العيل بقى، حلتها لك وانت اللي رفضت الحل. ماشي يا علي، لو ما رجعتش يمين بالله لجوع اهلك اللي ربوك واحد واحد واكسرك بقى اعز مليك. تقصدي مين؟ ما تحرقش المفاجأة بقى. لا اللي انت بتعمله من ورايا اعمله على المكشوف، ما بقتش فارقه. انت خلاص ما بقتش تتعب حد. اللي احنا فيه يعني مخليني مش عايز ابقى فايق لاي حاجه. بقيت مخنوق قوي. انت فعلا ما بقتش فايق لاي حاجه. انت عرفت مكاني ازاي؟ لا ما يخصكش. انا جاي دلوقتي اتكلم مع سيف اللي انا عارفه كويس ومربيه. انت مش زي ماهر، ليه مصمم تبقى شبهه؟ هايدي اللي انت غدرت بيها كل زمان انا حبيتك، انت لازم تتجوزها. جوازها ازاي يا علي وانت عارف اللي حصل؟ ومين كان السبب يا بني ادم؟ ها؟ البت دي احنا مربينها على ايدينا، انضف واطهر خلق الله. البت حبتك ووثقت فيك وانت نصبت لها خيا. اسمع، انا وعدت هايدي انك هتتقدم لها وتتجوزها، وانت مش هتصغرني. اتجوزها وتحمل نتيجة الغلط اللي انت عملته. انت مش حد تاني. اتجوزها وجوازتك كلها عليا. طب وابوك وامك؟ مالكش دعوة، انا كفيل بيهم. طب يا علي سيبني افكر ومش هزعلك. وعد. وعد يا علي. طب تعالى. يا جدعان، يا رجاله، يا اخوانا اللي هنا، غيتونا يا ناس. بق ميه الله يخليكم، عطشان. ايه؟ ربنا يبارك لك. الحق اخوك ببق ميه. استاذ شارب، عايز ايه تاني؟ عطشان والنبي، بق ميه، بق ميه. يرضيك اموت وانا عطشان. اما نشوف اخرتها. والنبي اخويا الله يخليك، ربنا يبارك لك. ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ مالك؟ قعدت ليه؟ حاج منصور جالي هنا وخيرني ما بينك وما بين الفلوس. يعني ايه الكلام ده؟ ده الشيك اللي عرضه عليا. بقى كده؟ لا يا علي عشان خاطري ما تكرههمش فيا اكتر من كده. انا فكرت فكرت في ايه؟ هو قال ان الستات اقدام. عنده حق. انا من ساعه ما دخلت حياتك وهي مقلوبه. اذا كنت انا حظي وحش على نفسي من ساعه ما اتولدت، ولما الدنيا قالت لي هكسبك كسبتني احلى حاجه انت. وبعدين رجعت تساومني عليك وتقول لي هاخده منك. شوفي يا علي، لو حياتك هتبقى حلوه لو انا خرجت منها انا مستعده. مش هيحصل. انا حياتي ما بدأتش غير لما انت دخلتيها.
انا مكسبي الكبير في الدنيا انت يا روح. انا الاول كنت بعمل اللي بيرضيهم وبسكت. ساعة ما اتجوزتك وانا لقيت نفسي، وانا لما اتجوزتك كنت عارف ان انا هبدا من الصفر. كنت عارف برضك انهم هيعملوا كده واكتر كمان. ما ينفعش تتخلى عني. ده اكتر حد لازم يبقى جنبي وتقويني مش تضعفيني. أنا عمري ما أتخلى عنك يا علي. أنا عايزة طول الوقت أعمل اللي يخليك مبسوط وكويس. وانا عمري ما هكون مبسوط غير معاكي. انا دلوقتي ماليش حد، لا اب ولا ام ولا اخوات. حتى الست اللي كنت هانيها في بيتي قلبت عليا واعتبرتني عدوها. انا ماليش غيرك دلوقتي، ما عرفتش طعم الحب الا معاكي. بحبك يا علي. عايزك يا غندور. انت ايه اللي جابك هنا؟ ويا ترى بقى جاي لوحدك ولا ساحب معاك علي كلاي عشان يحلك ويدافع عنك؟ وقلت اقدرك واجي لك لحد عندك علشان انا راجل وبفهم في الاصول. اللي انت عملته ده لا ليه علاقه بالرجوله ولا هو بناحيه الاصول. بكلم اختي ليه يا ماهر؟ غرضي شريف. وهو اللي غرضه شريف يكلم الحريم من ورا الرجاله؟ انا لولا ان انت واقف قصاد محلي، ولولا اني مش عايز افتح في اللي فات، كان زماني دفنتك مكانك يا ابن الجوهري. ملوش لازمه الكلام ده يا غندور. عيب انا جاي لك لحد عندك ومن الباب، وانت عارف كويس ان اللي فات كله انا ماليش يد فيه. علي كلاي هو اللي ضرب خليل ساعتها بالنار، ولو انت طلبت شهادتي ساعتها كنت هشهد بده علشان خاطر عيون. كفايه بقى، كفايه انه اتجوزتوها غصب عني وحرمتوني منها، وايه رجعت تاني وربنا كتبها لي. انا عايز اتجوز اختك يا غندور، واللي انت عايزه هعمله لك. لا انت ما تنفعش عيون يا ماهر. ما فيهاش، ده انا برضه ماهر الجوهري. اسما بس، انما انتوا دلوقتي ما حلكوش حاجه. ما ده بنت عمتك كوشت على التركه كلها وانتوا خلاص اتفضحتوا في السوق. بقول لك يا ماهر، انت عايز تتجوز اختي وهي اللي تصرف عليك، ولا تكونش عايز تشتغل صبي عدي في المحل باليوميه